السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة ملح وحلو مع لبنى. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما وعدتكم قلت لكم ان شاء الله غيكونوا وصفات رمضان ووصفات غزاله. كاينين وصفات حصريه ووصفات زوينين، والمهم في هذا الشيء هما وصفات بدون تماره. قدمت معكم الخبز ديال الطوست، جوج الوصفات اللي عجبوكم بزاف، وقدمت معكم لي صالاد اللي تا هما لقاو استحسان كبير. ان شاء الله غادي نبقاو غاديين على هذا المنهج في رمضان، وغادي نحاول نجيب لكم حويجات هكا زويونين وصحيين. هنا غادي ناخذ واحد البصله كبيره، انا ناخذ واحد نص فلفله حمراء ونص فلفله صفراء. غادي ناخذوهم نديروا لهم شويه د المليحه وشويه زيت الزيتون وشويه د الفلفل الاسود، وغادي نديوهم ونجيبوهم حتى كيطيحوا لينا مزيان. هاد العناصر هادو كنديروا معاهم شويه القزبر ومعدنوس، وغادي نخليوهم يبردوا. حشوه زوينه، دي سوفلي نقدروا نسموهم دي ميني كيك، المهم نتوما سميوهم كما بغيتو، ما عندهمش الاسم. انا كيجيوني حاجه سهله كتوجد دغيا، و اللوغو ديالها كيجي رائع وبنين. هنايا انا خديت شويه ديال الثوم اللي كنصاوبها، كتكون عندي ديجا واجده، الثومه مطحونه مع زيت الزيتون. نتوما ديروا واحد جوج ضريسات ديال الثومه حكوهم. درت شويه ديال البودره ديال البصله، عندي هنايا جوج بيضات. غادي نخلط هذا الخليط مزيان حتى كينسجم لينا. غادي نحتاجو المعلقه كبيره ديال المايزينا، غادي نحتاجو الكاس الكبير ديال الدقيق، غنحتاجو كاس كبير كاس ديال العنبه ديال الدقيق، غنحتاجو كاس ديال العنبه ديال الحليب، نص كاس ديال الكريمه الا كانت متواجده. ما كانتش متواجده كديروا كاس ونص ديال الحليب. غادي نحتاجو واحد القبيصه ديال الملحه. انا هاد لي كيك ولا هاد المملحات غادي ندير فيهم السومو، انا ما نكثرش الملحه. غادي ندير واحد الحكيكه ديال الزعتر كتجي غزاله، كتعطي واحد لوغو زوين. كي قلت لكم معلقه كبيره ديال المايزينا، وغادي نحتاجو واحد الخماره. صافي هادو هما العناصر اللي غادي نحتاجو ليهم. غادي ندير واحد الخماره، انا عندي فيها 11 غرام في هاد المقادير. كنخلطوا هاد الشيء كامل اللي قلت لكم، وغادي ندوزوه. اما كديروا البغا ميكسور باش ما كيبقاوش لكم دوك الحبيبات ديال الدقيق، ولا سينو كديروا في واحد الهاشوار كتضربوا داك الخليط كامل كتيتخلط لكم مزيان. عاد كنكملوا الوصفه ديالنا. صافي هنا من بعد ما ضربت الخليط مزيان كي قلت لكم، كنجيبوه كنعاودو نفرغوه في الزلافه ديالنا، وغادي نضيفوا ليه دابا ديك البصيله والفلفله اللي شحرنا. على فكره انا درت البصله والفلفله، نتوما تقدروا ديروا البواغو، تقدروا ديروا شامبينيون، نتوما كديروا اللي متواجد عندكم. انا هنا درت واحد المعلقه كبيره ديال الفرماج، كتقدروا ديروا واحد الفرماجه مربعه ولا فرماجه مثلثه، غير وحده كتعطي واحد لوغو زوين. اللي بغى يزيد الفرماج غابي لداخل حتى هو كيديروه. انا غادي ندير غير واحد شويه ديال الموتزاريلا، والاخر غادي نكتفي به باش غادي نديرو للتزيين، وكنقدروا نستغناو على الفرماج في الداخل تماما. صافي هنا غنخلط هذا الشيء كامل. وهنايا غادي ندير الطريفات ديال السومو. كنقدروا نديروا الطريفات ديال السومو كيف كنقدروا نديروا بواطه ديال الطون، كنحيدوا من هذاك الزيت نقصوه شي شويه وكنديروه الا بغيتو، ولا من الاحسن نديروا الطون ديال الماء باش كيجي كي قلت لكم هكا كيبقى شي حاجه اللي زوينه وصحيه. صافي انا نخلط كلشي. ناخذ واحد المغرفه وكناخذوا لي مول ديالنا. انا هنا استعملت المول ديال السيليكون، وانتم كتقدروا تستعملوا دوك القوالب اللي كيتباعوا صغار، كدهنوهم شويه ديال الزبيده وكديروا لهم شويه ديال الدقيق، كتسوسوهم من داك الدقيق وكتعمروهم. هادشي راه كلشي كيعرفوا. المهم انا كنبغي نعطيكم لي ديتاي كاملين. وهنايا انايا غادي نخوي في المول. كنسخنوا الفران على 180 درجه. انا عندي الفران مشعل من الفوق ومن التحت، وغادي ندخل ليه هاد لي ميني كيك ولا لي سوفلي ديالو يطيبوا. انا كنبقى مقابلاهم صراحه، كيبانوا لي تنفخوا، كيبانوا لي خداو اللوين، وكنخرجهم. نتوما كل واحد غادي يمشي على حساب الفران ديالو، حيت ما نقدرش نقول لكم انا عندي فران ديال الضو، كاين اللي عنده فران ديال الغاز، كل واحد والطياب ديالو. المهم كندخلوهم يكون الفران على 180 درجه، كنشعلوا لهم الفوق والتحت. انا درتهم في الوسط، سي فغي ما داوش ليا الوقت بزاف فاش طابوا. وغنتلاقاو باش من بعد ما يخرجوا. هنا كي قلت لكم غادي نزين بشويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا اللي خليت من الفوق، وغتشوفوا الشكل ديالهم في الفران ومن بعد ما غيطيبوا.
هنايا اون فوا كيتنفخوا بهذا الشكل وكيتحمروا صافي كنخرجهم. الشكل ديالهم هو هذا، كيجيو طيبين من التحت ومن الفوق، كيجيو رائحه ديالهم غزاله، داك السومو كيعطي فيهم واحد لو زوين. صافي هنا غادي نخرجهم، غادي نزينوهم شويه د الفرماج، غادي ندير فيهم انا طريفه ديال السومو من الفوق، واحد شويه ديال القزبور ومعدنوس هكا للتزيين، والتزيين كيبقى لكم اختياري. شكرا لكم، شكرا على الناس اللي دخلوا عندي جداد القناة، شكرا على التعليق ديالكم الجميلة والمحفزة. قناة مبتدئة جو كنتمنى انكم تبارطاجيوها. ان شاء الله غيكونوا وصفات متعددة، وصفات شهية وسهلة. انا قلت لكم غنمشي معكم بزاف في السهل وشي حاجة البنة والسهل. صافي هنا من بعد ما درنا التزيين، انا كناخد واحد الحكيكه ديال الزعتر وكنديرها في الفوق هكا من الفوق هاد المملحات ديالو، كنقدموهم بالصحه والسلامه. ان شاء الله تعجبوكم. انا نقطع معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجيو من الداخل. نخليكم تشوفوا الشكل النهائي. دمتم في رعايه الرحمن، نتلاقاو ان شاء الله في افكار اخرى وفيديوهات جداد. ان شاء الله غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف لسهوله الوصفه الا بغيت تجربوها ان شاء الله.